الزمالك يا ولا ايه ايه فرقة كبيرة يا ولا ايه ايه ولا يا ولا يا زملكاوي. وانت يا ولا وعلى المكسب ناوي. قالوا ايه علينا؟ سلام علينا. ولا قول له مش سامع حاجة. قول له فين الرجالة. قول له اوه 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 قليلي. اوه قليلي. الزمالك عيني. اديله ميه اديله نار. اها. والزمالك فريق جبار. اها. واديله ميه اديله زيت. خليه يقول يا ريتني ما جيت. اديله ميه اديله زيت. خليه يقول يا ريتني ما جيت. قالوا استاكوزا وجمبري. ايه ايه قالوا الزمالك مفتري. ايه ايه وانت يا ولا وعلى المكسب ناوي. ولا يا ولا يا زملكاوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت يا جماعة قبل ما أدخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني بمشاركة على قناة على اليوتيوب انجكشن العالمي. ألف مليار مبروك لنادي الزمالك بفوزه أمس على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. طبعا رسالة للزبلنشات اللي بتقول كولر وكل المحللين بمفهوم اللاعيبة اللي كانت بتلعب في الأهلي والزمالك والإسماعيلي والكلام ده كله إن كولر أهدى الفوز للنادي الأهلي للنادي الزمالك، وده ما حصلش. الزمالك فرقة كبيرة ومن حقها إنها تكسب ومن حقها إنها تحتفل ومن حقها إنها تعمل كل اللي نفسها فيه بعيدا عن التجاوزات والغلط. ألف مليون مبروك لنادي الزمالك. طبعا اللعيبة اللي لعبت امبارح واللي الزمالك بدأ بيهم المباراة كانت لاعبة على قدر المسؤولية. الزمالك بدأ بمحمد عواد، حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، عمر جابر، أحمد فتوح دونجا، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، زيزو، سيف الدين. إنما الأهلي بدأ بمصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، كريم ندفد، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال، طاهر محمد طاهر، وقفشة، والمرحوم موديست. طبعا التشكيل اللي بدأ يعني عمل مباراة. يعني الشوط الأول كانت البداية اللي أول 20 دقيقة للنادي الأهلي قدر إن هو يعمل بريس على نادي الزمالك ما خلوش يحضر كورة بس دون جدوى. طبعا نقطة التحول في الماتش كورة ناصر ماهر اللي معاه كريم نيدفيد، وقدر إن كريم نيدفيد يحصل على كارت أصفر تعمد إزاء ضد ناصر ماهر. ومن هنا بدأت نص الملعب بدأ يبقى فيه تفكك، لأن طبعا بقى فيه حذر من كريم نيدفيد في التدخلات والكلام ده كله. طبعا النادي الأهلي جه في الشوط الثاني أو يعني عمل ثلاث تغييرات: عمرو السولية ورضا سليم وسام أبو علي المهاجم الفلسطيني. طبعا بدأ الشكل يتغير شويه. الفكره كلها في اخطاء في النادي الاهلي عايزه تتعالج في خط الظهر طبعا، لان الاثنين اللي بيلعبوا ورا دول طبعا يعني ربيع شفيق او وابو السيد. طبعا الناس دول عايزين يعني حد يقول لهم انتوا بتلعبوا في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، فما ينفعش الشكليات وما ينفعش الغلطات اللي انتوا بتعملوها، لان انتوا بتعملوا غلطات كارثيه كارثيه ما تنفعش تحصل معاكم كانتوا اتنين سيرد باك بتلعبوا في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. انا مش هتكلم على الاخطاء لان في اخطاء كتير في النادي الاهلي وفي لعيبه كتير اصلا ما تستحقش يلعب في النادي الاهلي، على راسهم موديست. تمام، ده واحد. التاني كوكا. التالت كهربا. انا بقول لعيب بتاع لقطه، انت امبارح نزلت ما قدرتش تعمل حاجه، نازل في الدقيقه 89 رايح نازل لي بغمى عليك وهو الكلام ده كله. انت يعني عيب بقى الكلام ده، انت راجل بتلعب في النادي الاهلي مش كل ماتش يحصل فيه لقطه، فانت حافظ على شكلك لان انت اصلا مالكش فيها يعني. انت لما تيجي تقارن نفسك بالناس اللي جت في فراوده في النادي الاهلي او انت كنت بتلعب جناح والكلام ده كله هتلاقي نفسك قليل قليل وما تستحقش لا تلعب لا اهلي ولا زمالك. وده من وجهه نظري. ازاي كوكا برده ما يستحقش ان هو يلعب، والمرحوم رحمه الله عليه ربنا يغفر له وارحمنا منه وارحمنا منا موديست غور كده في نصيبه تاخده، عشان هي خطر ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بحاجه كويسه. يعني انا بقول لو كان محمود طاهر كان موجود كان يعني لا كان انتدبك ولا كان اصلا فكرت ان انت تبقى يعني تبقى موجود في النادي الاهلي. وانا بقول وصمه عار في عهد الكابتن محمود الخطيب ان انت تبقى مهاجم النادي الاهلي، بعيدا ان الراجل الوكيل بتاع كولر هو اللي انتدبك للنادي الاهلي، والكلام اللي احنا مش عايزين نخوض فيه، لان انت ما انتش قليل، انت مرحوم واحنا اللي بندفع الثمن. الف مليار مبروك لنادي الزمالك. عايز اشيد باللاعب محمد شحاته الديفندر رقم 6 المحترم اللي هو انتدبوا نادي الزمالك من طلائع الجيش. اللاعب ده يا جماعه انتظروه ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه في منتخب مصر. مش عايز الفيديوهات كلها يبقى الكلام متكرر، بس محمد شحاته ده لاعب كبير
لعب فيه من ريحه الكابتن تامر عبد الحميد، محمد شوقي، العمالقه اللي جت في المكان ده. عنده يعني نفس يعني انا بقول كوكتيل كده من اللعيبه اللي انا شفتهم انا على اللعيبه اللي هم العالميين زي ديفيدز وزي سيدورف والكلام ده كله، يقدر ان هو يعني حاجه شبه الناس ديت، يقدر ان هو يكون له شكل ويبقى له يعني معدن جوه منتخب مصر ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه، لعيب اضافه لنادي الزمالك، وان شاء الله يبقى اضافه لمنتخب مصر. الف مليار مبروك لنادي الزمالك، الف مليار مبروك لنادي الزمالك. الزمالك من حقه ان هو يفرح، فرقه كبيره. اخطاء في النادي الاهلي بالجمله، النادي الاهلي ما قدمش المستوى الجيد. انا بقول مباراه ونطوط صفحتها ان شاء الله باذن الله، اللي جاي يبقى احسن. في ناس برضو طلعت اتكلمت وقال لك ازاي ان مدرب الزمالك جوميز يطلع ناصر ماهر وعبد الله السعيد واحمد حمدي، ده هم اللي ماسكين نص الملعب وهو الكلام ده كله. يا حبيب قلبي اللي قاعد بتتفرج، انت مش هتمشي الدنيا على مزاجك، لان الراجل عايز يقفل، لان الاهلي اللي عنده رغبه في التعادل، الاهلي عايز يكسب. بس الفكره كلها انت النهارده بتبقى شايف انت من وجهه نظرك ان انت وانت قاعد بره ان الناس دي لو فضلت هي اللي هتكمل، ما هو الناس ممكن تبقى موجوده والزمالك يخسر، فكل اللي هم عملوه هيقوم ممسوح. يعني الناس هتفضل 60 دقيقه 70 دقيقه بتقضي كويس، تمام. وخلي بالك من الكلام اللي بقوله لك، وتيجي برضو الاهلي مثلا يتعادل ويكسب كده، اللعيبه اللي لعبت وادت وعملت شكل كويس ديت مش هيتذكر لها اي حاجه في الماتش، لان النتيجه النهائيه هتبقى فوز النادي الاهلي على الزمالك زي كل مره. انما اللعيبه ديت عملت اللي عليها، في نفس جديد دخل، قدر ان هو ينقل الفرقه نوعا ما شويه قدام. الاهلي بيهاجم بشراسه بعد خروج محمد هاني ونزول احمد عبد القادر. وطبعا جه في الدقيقه 89 سحب احمد نبيل كوكا ونزل كهربا. طبعا الاهلي كانت الدنيا مفتوحه والزمالك راح بكورتين ورا بعض، كان ممكن يخلصهم، بس طبعا كان في تباطؤ من اللعيبه او خوف او توجس شويه من حته ان الزمالك بيروحوا بكثره ومش قادر يفنش الكره على المرمى بالشكل الكويس. فانا بقول المباراه ديت اللي بيديرها انت، وانت راجل شايف في الملعب، شايف مين اللي قادر يجري ومش قادر يجري، وانت بتتفرج في التلفزيون انت مش شايف مين اللي قادر يجري ويكمل ولا يمسك رجله وهو الكلام ده كله. فالنهارده وانت بتتفرج ما تقولش اللعيبه دي طلعت ليه، لان النقطه دي الناس كتير قوي اتكلمت فيها، قالت لك ازاي نص الملعب ده كله يطلع، ما اللعيبه دي خلاص ما عادتش قادره تجيب نفس، والاهلي كده بيهاجم بشراسه. فالاهلي لو فاز اللعيبه دي هتتمحى لها كل حاجه عملتها. احنا اللي نقدر نقوله لعيبه يعني محترم الزمالك انتدب احمد حمدي، طبعا بعيد عن عبد الله السعيد اللي هو متقدم في السن، محمد شحاته، ناصر ماهر، اللعيبه دي تقدر ان هي تدي لنادي الزمالك، محمد عاطف الجناح بتاع طنطا، زياد كمال لاعب انبي، مهاب ياسر. طبعا اللعيبه ديت يعني ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تقدر تدي لنادي الزمالك ان شاء الله باذن الله، وتقدر توقف الزمالك على رجله، وتقدر ان هي تجيب بطولات لنادي الزمالك، ونقدر نشوف كره قدم حقيقيه تليق بالكره المصريه. اتمنى ان موضوع الحلقه يكون نال اعجاب حضراتكم، وما تنسوش تدعموني بمشاركه على قناتي على اليوتيوب انجكشن العالمي، وما تنسوش كلمه السر انجكشن مستمر. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.